السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة إن شاء الله هتكون عن أعظم الأندية المصرية. مين بقى؟ نادي الزمالك المصري. الزمالك مؤسسة رياضية وتاريخ كبير محفور في قلوب الملايين. النهاردة هنتكلم عن كل حاجة تخص نادي الزمالك من أول يوم اتأسس فيه لحد النهاردة، من البطولات للنجوم للتاريخ المشرف. استعدوا، الحكاية الملكية بدأت من قلب القاهرة، وأول حاجة هنتكلم عليها هو مؤسس نادي الزمالك جورج مرزباق، محامي بلجيكي. الزمالك اتأسس يوم 5 يناير 1911 منذ 114 سنة. طبعا الزمالك لما اتأسس ما كانش اسمه الزمالك، أول اسم ليه كان نادي قصر النيل من 1911 ل 1913، وبعد كده اتغير اسمه لنادي المختلط من 1913، وبعدين نادي فاروق من 1941 إلى 1952 في عهد الملك فاروق، وبعد ثورة 1952 بقى اسمه نادي الزمالك، ومن 1952 لحد وقتنا هذا اسمه نادي الزمالك متغير. من ضمن ألقاب النادي لقب مدرسة الفن والهندسة والقلعة البيض والفارس الأبيض ونادي الملكي. طبعا شعار نادي الزمالك رمح مصري فرعوني يضرب الكرة. ألوان الشعار الأبيض مع خطين بيرمزوا للسلام والقوة. أحيانا بيستخدموا الأسود كلون ثانوي في التصميمات الحديثة. نخش على الجزئية اللي بعد كده، الملعب الرسمي لنادي الزمالك. أول ملعب في منطقة الجيزة، بعد كده انتقل لملعب نادي الزمالك في 100 عقبة، ملعب حلمي زمور على اسم رئيس نادي الزمالك حلمي زمور. هو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في منطقة الجيزة في مصر، وهو حاليا ملعب التمرين الخاص بنادي الزمالك، ويقع في مقر نادي الزمالك في 100 عقبة، وكان بيستضيف مباراة العودة لنادي الزمالك قبل ما ينتقل إلى استاد القاهرة. حاليا بيخوض المباريات على استاد القاهرة الدولي، وهو الاستاد الرسمي للمنتخب المصري لكرة القدم. أسس عام 1958 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تحت استاد ناصر، وجددوه سنة 2004 بمبلغ مالي تقريبا كان 150 مليون جنيه مصري. وطبعا استضيف الملعب ده كاس الامم الافريقيه سنه 2006 واللي فاز بها منتخب مصر 9 الى 75 الف متفرج. ننتقل الى حاجه تانية خالص، رؤساء النادي واشهر الاسماء. اول رئيس زي ما احنا قلنا جورج مرزباق، ومن اشهر رؤساء النادي محمد حسن حلمي زموره ومرتضى منصور وجلال ابراهيم، واخر رئيس حاليا 25 حسين لبيب. ندخل بقى البطولات اللي حققها نادي الزمالك. نبدا بالبطولات المحليه. نادي الزمالك حقق الدوري المصري الممتاز 14 لقب. اول لقب سنه 1960 واخر لقب سنه 2022، وحقق دوري منطقه القاهره 14 مره، واول لقب سنه 1923 واخر لقب سنه 1953، وحقق كمان كاس مصر 29 لقب. اول لقب كان سنه 1922 واخر لقب كانت 2025 على حساب بريم، وحقق كاس السوبر المصري 4 مرات سنة 2001 وسنة 2002 وسنة 2016 وسنة 2019، وحقق كمان كاس السلطان حسين مرتين سنة 1921 وسنة 1922، وحقق كاس كده اسمه كاس اكتوبر مرة واحدة سنة 1974، اسمه كاس الصداقة المصرية كان مرة واحدة سنة 1986، وحقق كمان كاس الاتحاد المصري تنشيطية برضو مرة سنة 1995. دي كده كانت البطولات المحلية لنادي الزمالك كلها. نيجي بقى ندخل على البطولات القارية. دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، أول سنة 1984 سنة 1986 وسنة 1993 وسنة 1996 وآخرهم سنة 2002. يبقى كده 5 بطولات. وحقق كمان كاس الكونفدرالية الأفريقية مرتين في 2019 وفي 2024، وحقق كمان كاس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة سنة 2000، وحقق السوبر الأفريقي 5 مرات سنة 1994 وسنة 1997 وسنة 2003 وسنة 2020 وسنة 2024 الأخيرة اللي هي كانت على النادي الأهلي المصري. وحقق كاس الأفرو آسيوي مرتين سنة 1997
1987 وسنة 1997. دي كده البطولات القارية. نيجي بقى على البطولات العربية. كأس العرب للأندية الأبطال مرة واحدة سنة 2003، وكأس السوبر المصري السعودي مرتين سنة 2003 وسنة 2018. تعرفوا ان الزمالك اول فريق مصر يحصل على كأس السوبر الافريقي في عام 1994 بعد فوزه على الاهلي المصري بنتيجة 1-0 بهدف لأيمن منصور. ايمن منصور يشوف كده جامده، هو جول الهدف الاول لنادي الزمالك في دقيقه 41 من وظيفه من ايمن منصور. الكل كان متوقع ان هو هيجي اكتر من الطرف، طلع الكوره. طبعا نادي عريق زي نادي الزمالك مسكوا مدربين كتير محليين او اجانب. عدد المدربين المصريين اكتر من 35 مدرب مصري، وعدد المدربين الاجانب اكتر من 40 مدرب اجنبي. من اشهر المدربين دول فيريرا البرتغال، وحلمي زمور رئيس ومدرب، وحسن شحاته، حلمي طولان. دول كده المدربين الاشهر في تاريخ نادي الزمالك. نجوم القاره في الزمالك: جمال عبد الحميد كابتن واسطوره وهداف افريقيا، اشرف قاسم صخرة الدفاع، طارق السيد أحد أفضل الأظهرة، شيكابالا الملك الحقيقي وأسطورة الجيل الحالي، حازم إمام ثعلب الصغير مهارة وقوة، وزيزو نجم الجيل الحالي، وصنع الفارق، وغيرهم كتير. اساطير محتزلين لهم بصمات زي عبد الحليم علي الهداف التاريخي للنادي برصيد 134 هدف، وطارق يحيى واحمد رمزي وابراهيم يوسف وامام محمد امام. كل نجم ليه هدف او بطوله ما يتنسيش. ونيجي بقى للارقام القياسيه. اكبر فوز في تاريخ نادي الزمالك كان بنتيجه 11-1 على اتحاد السويس سنه 1943، واكبر خساره في تاريخ نادي الزمالك كانت 6-1 من النادي الاهلي المصري، كانت 16 مايو سنة 2002. ومعلوم السنة دي كان أقوى وأحسن فريق في نادي الزمالك. أكتر لاعب شارك في تاريخ نادي الزمالك هو الحارس العملاق عبد الواحد السيد، أكتر من 504 مباراة رسمية مع نادي الزمالك. والهداف التاريخي للنادي عبد الحليم علي، احنا ذكرناه من شوية، ب 134 هدف. نيجي لجزئية كبيرة قوي، ودي لو اتكلمنا عليها من هنا لسنين مش هنديلها حقها. جمهور الزمالك من أخلص الجماهير، دايما في ظهر النادي في اي مصنع. رابطة نادي الزمالك من اقوى الروابط في مصر وفي افريقيا. الفترات الصعبة في تاريخ نادي الزمالك زي نهائي افريقيا في 2016، خسارة النهائي امام صن داونز، خسارة نهائي القرن في 2020 امام النادي الاهلي، وفي 2023 وفي 2024 ازمات قيد بالجملة ورحيل لاعبين مهمين. رغم كل ده الجمهور دايما واقف ورا الفريق. الزمالك مجرد بطولات، الزمالك حالة عيش. الجمهور بيشجع في الخسارة قبل المكسب، وتاريخ مليان فخر، واللي جاي اكيد اعظم. الزمالك دايما في القمة، لانه ببساطة نادي الوطنية والكرامة. لو عجبتك الحلقة متنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتشجعني بكومنت. لو عجبتك الحلقة كومنت تشجيع منك ليا، لايكات كتير. لو وصلت لحد هنا اتفرجت على الحلقة كلها شكرا لك.